حياكم الله وبياكم. فيلا الغفير، القصة دي حقيقية ومش من وحي الخيال. واحد بيقول كنت بتكلم مع حد من الصناعية المحترمين في موضوع، وهو بيتكلم جاله تليفون من الصبي بتاعه، لقيته بيقول له ما تتأخرش عليا بكرة علشان نخلص شغلنا في فيلا الغفير. طبعا أنا سبت الموضوع نفسه وقلت له إيه فيلا الغفير دي؟ ده مكان مشهور يعني؟ قال لي يا بيه مش مكان مشهور ولا حاجة، دي فيلا الغفير عم حسن. فقلت له معلش ارحم جهلي، يعني عم حسن ده كان بيشتغل غفير وربنا كرمه واشترى فيلا ودلوقتي بقى ليه شغلانه تاني فانت مسميها فيلا الغفير؟ فلقاني مش فاهم وحسيت انه بيقول في سره كده بانه البعيد غبي. فقال لي خلينا في موضوعنا يا بيه. قلت له لا، ده موضوعنا. عم حسن اللي كان شغال غفير اشترى فيلا وبعدين. فقال لي هو غفير على فيلا رقمها 209، ولما الفيلا اللي جنبها اتعرضت للبيع اشتراها لنفسه ولا زال شغال غفير عادي عند نفس الناس في فيلا 209. طبعا انا دماغي بقت بتلف وقلت له يعني لسه صاحب فيلا 209 بيبعت عم حسن يشتري له حاجات ويحاسبه على شغله؟ لا وكمان اخر الشهر بيديله مرتبه؟ قال لي ايوه عادي وايه فيها؟ فانا طبعا قلت ايه فيها؟ طبعا الشغل مش عيب، وممكن يكون اشتراها من ارض ورث باعها او من شغل تاني او فلوس ربنا كرمه بيها. ربنا يرزق الناس كلها طبعا، لكن العجيب انه لما ربنا رزقه وبقى معاه ملايين لازال ما عندوش قدرة انه يستمتع او يغير حياته للافضل. لازال بيشتغل شغلانة بسيطة لانسان عنده احتياج، او انه شايف المتعة في تملك الاشياء فقط. هو معاه فلوس بس من جواه عنده شعور دفين انه فقير وبيستحق المساعدة وحاجات تانية كتير. فعشان كده وانت ماشي في الحياة اوعى تصدق اي حاجة واي حد، ياما في الدنيا عقول مليانة افكار مش ممكن خيالك يوصل لها، ناس معاها ورافضة تعيش، وناس بأقل القليل بتعرف تنبسط وتفرح وتفرح اللي حواليها. الحسبة مش معاك كام، الحسبة انت شايف نفسك ايه. فكرتك عن نفسك وفكرتك عن الحياة هي اللي بتحدد شكلك وطريقك وطريقتك. اوعى تدخل في دوامة قيمتي فيما املك، فانت قيمتك في حاجات كتير مش منها الطوب والاسمنت. دمتم في امان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.